تعالوا بقى مع بعض النهارده هنعمل اكله حلوه قوي هتعجبكم. اكله العدس الباكستاني. انا جبت كوبايه عدس، غسلتها كويس وحطيتها في مصفى تصفي. قطعت بصله جوانح، معلقه توم صغيره، قرن فلفل، لو بتحبوا سبايسي طبعا هتستخدموا فلفل حامي. وطالما قلنا باكستاني يبقى لازم نستخدم زنجبيل فريش. ما عنديش فريش ممكن استخدم زنجبيل باودر. بحتاج لعصير طماطم برضو فريش ومع معلقة صلصة. هنا بقى بحط كمون وفلفل وكاري وملح وشوية من الكزبرة الناشفة. خدت البصلاية الجوانح رفعتها على النار وكرملتها زي ما انتوا شايفينها كده. جبتها على جنب وحطيت عندي الفلفل والثوم والزنجبيل معاها، وبرضو خدتهم على جنب ونزلت توابلي كلها عشان احمصها. تحميصة التوابل دي بتفرق جدا في الطعم. اول ما ريحة التوابل عندي هتطلع وتبقى اتحمصت معايا كويس، هبتدي انزل عليها بعصير الطماطم. حطيت الاول طبعا معلقة الصلصة زي ما انا متعودة معاكم عشان نطلع منها المادة الحافظة، وبعد كده نزلت عليها بعصير الطماطم. هسيب بقى الخليط ده كله مع بعضه يغلي، ياخد غلوتين 3 كده، وبعد كده هنزل فيه بالعدس. على فكرة العدس يا جماعة انا ما نقعتوش، لو عايزين تعملوها بالعدس اللي هو بجبة بتنقعوه قبلها ب12 ساعة على الاقل. تمام، بسيبه يغلي. انا عايزة العدس يستوي لكن الحباية تبقى محتفظة بنفسها كده سليمة، ما تتكسرش. خلاص، زي ما وريت لكم شكل العدس بعد ما بيتسبك كويس. ببتدي ان انا احط عليه شوية من الكزبرة الخضراء. انا بقى حطيت التاتش بتاعي لغاية الكزبرة الخضراء. هما كده خلاص، دي الاكلة خلصت عندهم في باكستان. انا بقى التاتش بتاعي عملت له طشة زي بتاعة الملوخية وحطيتها فوق وشه زي ما شفتوا. قدمت معاه بقى بدنجان، انا بشويه تحت الجريل في الفرن بمعلقتين الزيت بدل الاير فراير. وقدمت معاه خيار مخلل برضو بيتي والعيش المحمص، وتاكلوه بألف هنا يا رب. صحتين وهنا على قلوبكم.